السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نحضروا واحد 2 كيلات ديال الكنافه بريستيج. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم من يد الاستاذه يمنى. هاد الجمعيه اللي حنا فيها جمعيه اكدال بماسه حي تسيله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اليوم البنات غادي نحضروا 2 كيلات ديال الكنافه، واحد الشكل جديد وشكل اخر. ديجا قلتو كاين عندي في القناه، ولكن كل الطريقه ديالو. كنشدو الكنافه ما كنحلوهاش، كنخلوها بحال هكا خيوطه، غير كنحلوها ما تبقاش ملمده. كنحلوها حتى بحال الشكل في الصوره، وكتخليها طويله. ما كديري لا زبده لا والو، كتخليها بحال هكاك طويله. تحاولي تحلي الخيوط ويبقاو الخيوط طوال. وكتشدي البيستاج. حنا ما متوفرش عندنا البيستاج، درنا الكركاع بلاصه البيستاج. درنا الكركاع حتى الكركاع جا زوين. كتسرحيها بحال هكايا، بحال هكا كتسرحيها هكا، وكتشدي الكركاع تقسميه غير شويه صافي، وكتخوضيه وكتسرحيه فوق داك الكنافه. كديري ليه شويه ديال الناباج وكتسرحيه فوق ديك الكنافه. وغادي تشوفوا في الصوره كيفاش غادي ديرها الاخت. هذيك الكنافه راه ديال وصفه اخرى، هذه دابا كتحل فيها الاخت ديال المولات. هنايا راه من بعد درنا الكركاع، وغادي تبقاي تشدي تجمعي بشويه بشويه حتى وتلوي ما حد كتجمعي وكتلويها انت بحال هكا في الصوره، وتتمي غادي حتى تكملي الكميه كامله، ولكن غير بشويه عليك. كتاخدي واحد الطاوه تكون ثقيله، مقله ما كتلصقش، وكديري فيها الزبده دايبه. كتخويها في اللاطه، راه غتبان لكم الزبده دايبه. وكتحطي فيها ديك الكنافه وكتنقصي البوطه مزيان، وكتكوني جالسه حداها. ولكن الزبده تكون بالزيت في المقله. هي فاش غادي طيب، وتبقاي بشويه بشويه تقلبي فيها في المقله حتى طيب. هانتوما الشكل ديالها راه كتجي البنات رائعه رائعه، كتجي فنه زوينه زوينه. هي شويه متعبه ولكن كتجي زوينه. هنا البنات كيوجدوا ال 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 الديكور الثاني، الوصفه الثانيه اللي غنديروا الكنافه على شكل في مولات صغار. ها هما يا كندهنوهم بالزيت وكنديروا فيهم الكنافه من بعد ما كنحلوها مزيان كنديروا ليها الزبده نوازيط، وكنديروا 2 ديال فاني، كتعطي حتى هي واحد النسمه زوينه. كنديروا ليها الزبده نوازيط، وكنديروا 2 ساشيات ديال فاني، وكنديروهم في المول. من بعد ما كنديروهم في المول كندخلوهم للفران. ايوا الزيت راه دفق ولا الخل ولا شنو هذاك الشيء المزار ولا شنو. سلام اختي ناديه. راعي شويه. انا عارفه علاش كنضحك. ايوا دابا غادي ناخذوا الكنافه وغنديروها في هاد الليمون صغار. وانتم على الليمون اللي عندكم، ممكن ديروا في ديال السيليكون، ممكن ديروا في هادو، وكتضغطوا عليهم مزيان. وكتشدوا واحد الكاس القالب ديالو كتبقاو تضغطوا عليه باش كتجيكم ديك الورده باينه. هذا اللوز من بعد ما سلقناه وقليناه وكنقسموه بالموس باش يجي باين. غناخذوا معلقه 2 معالق ديال الكليكوز، وغناخذوا 3 المعالق ديال العسل. غنديروهم فوق البوطه حتى كيسخنوا، عاد غنضيفوا ليهم اللوز والكركاع. هنا راه نسينا وخوينا اللوز قبل ما يذوب لينا الكليكوز. المهم معليش، راه حنا درناه حتى سخن، وعاودنا خلطنا اللوز والكركاع. كيجيو معلكين وزوينين. وكناخذوا الليمون من بعد ما كيطيب لينا الجلوف ديال الليمون كنعسلوهم حتى هما، وكناخذوا نديروا ليهم داك اللوز ايفيلي محمر، كنخلطوه مع داك الليمون كيجيو حتى هما كيجيو زوينين. المهم هادو ديال التزيين ديال الكنافه في الفران. بعد ما غادي نخرجوها راه غادي نسقوها بالعسل، وغادي نزينوها بهاد المكسرات. وديك الكنافه ديال الحربل راه غادي نوريكم
غادي نوريكم كيفاش غنقسموها. غنقطعوها بالموس يكون ماضي. ها الكنافه خرجات وردوا البال للفران، راه دغيا كتحرق. الله يحفظ. المهم هذا راه قلت لكم الليمون، القشور ديال الليمون راه كلشي عارفو كيفاش كيتعسل. كنديروا الزبده نوازيط. هنا خدينا الكويرطات ديال الحلوه فاش غادي نحطوا الكنافه ديالنا. كنديروا غير معلقه ديال العسل في دوك القويلبات هذاك ديال الكنافه، وكتشرب العسل ديالها صافي كتجي في القياس. ودابا دزنا كيفاش غادي نزينوا الكنافه ديالنا. كناخذوا دوك الجلوف ديال الليمون اللي درنا معاهم اللوز افيلي، كنديروهم في حد الكنافه النص، والنص الاخر غنديروا ديال المكسرات ديال اللوز والكركاع. غادي نكبلوا الكميه كامله، ومن بعد غادي نرجعوا نوريكم الحربل كيفاش غنقطعوه. دابا غادي نقطعوا الحربل ديال الكنافه اللي درنا، ولكن يكون الموس ماضي باش ما تخسرش لكم الكنافه. هنا راه كون كان البيستاج غادي يبان لكم خضر، ولكن حنا ما عندناش البيستاج فدرنا الكركاع، وجات زوينه بالكركاع ما نقولش لكم رائعه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايكات وبالبارطاج الفيديو لكل الاحباب والاصدقاء، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله.